السلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. والفيديو هذا لاقيكم في احسن الاحوال ان شاء الله. صحه رمضانكم وصحه فطوركم. ان شاء الله تصوموا كامل بالصحه والهنا. اليوم كالعاده والعوايد البنات كل يوم نجيب لكم وصفه جديده ونحي عليكم تختع واش رايحه نديروا الفطور. نعطيكم هكذا اطباق خفيفه ظريفه وتوجديها في ظرف وقت برك. وافكار ثاني. نبداو على بركه الله. اليوم جبت لكم طريقه تحضير شطيط دجاج بطريقه سهله جدا ومانيش حنطول عليكم فيديو. نبداو طريقه على بركه الله. على الطاجين تاعي هكا نخليه يسخن شويه ومن بعد ندير فيه مغرف تاع السمن. اطباق هذوما يعني تراديسيونال يحبوا كامل السمن هكا. كميه برك هكا شويه. نزيد كميه من الزيت شويه برك ماشي بزاف هكذا. نزيد كميه من البصل خليه يتحمس معاه. هكذا نخلي البصل تاعي يتقلى في السمن شويه مع الزيت ومن بعد نكملوا الوصفه. ها البنات بعد ما خليته كما راك تشوفوا بدا يذبل البصل رايح ندير قطع تاع الدجاج هكا. نخليهم يتقلاو ولازم نقلبهم كي يتقلاو من الجهه التحتانيه نزيد نقلبهم من الجهه الفوقانيه باش ياخذوا تحميره تاع السمن. هاي البنات شوفوا قلبته ديجا المره الثانيه. الان رايحه ندير معاه كميه من الثوم حوالي 2 فلوس برك تاع الثوم هكذا. خليهم يتقلاو مليح معاهم باش يعطوا البنه. رايحه نزيد هنايا بعد ما تحمسوني مليح رايحه نزيد كميه من الحميصه هكا. نزيد شويه معدنوس ندير مغرف فلفل احمر ماشي حار هادو مايا. الفلفل هذا ماهوش احمر. نجيب لي زيبيس ندير فلفل اسود شويه هكا. نزيد شويه من راس الحانوت. نزيد هنايا توابل تاع الشاورما شاورما تاع دجاج اللي هي الكاري هذيك نديرو شويه. رايحه نضيف عود تاع قرفه هذيك. هنا البنات شوفوا الدجاج تاعي كيما طابلي وبدات تعقد لاصوص تاعي. شوفوا ما قعدلهاش بزاف حتى الحميصه تاعي طابت. شوفوا هاي ليك فوالا. نخليه يتجمر غير شويه برك ندير له معدنوس ونتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله.
وفي الأخير هاوليك طبق شتت حاجات اللي كنت شاركته معاكم اليوم البنات. إن شاء الله تعجبكم الطريقة وإن شاء الله هتجربوه. وانتم ثاني ما تنسوني بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس هكا باش يلحقكم كامل الجديد تاعي، وتكتبوا لي في لي كومونتير تعليقات شابة وزينة كيما انتم. نخليكم في أمان الله، مع السلامة.